مظاهرات لا للملوك تنتشر في كل ولايات امريكا، من كاليفورنيا لميتشيغن لتكساس لراتل سنيك ستون كولد ستيف اوستن، كلها ضد ترامب وضد الحكومه الامريكيه، ضد السياسات فيما يخص حرب ايران والسياسات الاقتصاديه للرسوم الجمركيه وخلافه. في نفس الوقت اللي الجيش الامريكي فيه مطلق عمليته في ايران، عمليه عسكريه كبيره جدا. امريكا عملت 11 طلعه جويه على ايران، يعني الجيش الامريكي شغال في ايران طلعات جويه 11,000، وامريكا عندها ثوره جوه وفوضى. عادي جدا. طب وده بيدل عليه يا كينج؟ بيدل على ان امريكا بدون شك هي اقوى امبراطوريه عرفها التاريخ، سواء اتفقت معايا او لم تتفق. عمرنا ما شفنا اي دوله في التاريخ بتشن حرب وعندها فوضى جوه. ده الفوضى دي بتضعف البلاد، بتخليها تتنازل عن اشياء كتيره جدا، لكن دي امريكا. عمرنا ما شفنا اي دوله في العالم بتحاصر دوله تانية زي ايران بحملات الطائرات والقواعد العسكريه، وبتقعد معها عشان تمضي اتفاق ومش بيعجبها الاتفاق وبتضرب ايران، الا امريكا. فلما اقول لك ان امريكا اقوى دوله في الدنيا، ما تقعدش تقول لي لا انت بتضخم ومش بتضخم. انا بديها قوتها الحقيقيه. وهنا لازم نسال سؤال عبقري علشان انسج لك النهارده فيديو قسما بالله هتخرج منه 3/4 بروفيسور سياسه واقتصاد. سؤال كينج الناس كينج العالم: لماذا تصنع الانظمه الديكتاتوريه زي روسيا الجهل في مواطنيها؟ جيم جواب. قبل ما نجاوب على السؤال ده هاخدك في رحله ساحره جوه اروقه المجتمع الامريكي. ركز معايا يلا، ركز معايا. نفسي يد تفوق من الغيبوبه. الكينج هو املك الوحيد في العالم الاخير. انا اخر امل للبشريه، نعم، في حرب الانسانيه ضد اللا انسانيه، او ضد حرب الفطره الانسانيه ضد اللا فطره تبع الكيان وامريكا ومن يتحكمون في العالم. نعم، لكني بالنسبه لك برضو اخر امل عشان افهمك. انت شايف دماغي النهارده كبيره ازاي؟ انا عندي راسين النهارده، الكينج ابو راسين. ركز معايا قبل ما نجاوب على السؤال ده. عندنا 3 نقط محوريين جدا. النقطه الاولانيه: مواطن قوي يعني دوله قويه. المواطن الامريكي ده بيعترض مع حكومته ليه؟ عشان خاطر بلده. يعني بيعترض على الحكومه وعلى ترامب وعلى كل حاجه عشان بيحب بلده. يعني مواطن منتمي لبلده. مساحه الديمقراطيه اللي امريكا اعطتها ليه مخليه محس ان هو منتمي لبلده عادي جدا، لدرجه ان هو يخبط في الرئيس وفي كل حاجه عشان خاطر بلده. فتخيل معايا كده، ماذا لو اي بلد في العالم اتجننت في دماغها وحاربت امريكا؟ يا خبر اسود. هتحارب امريكا؟ هتحارب ذلك المواطن الامريكاني اللي بيعترض على حكومته عشان بلده؟ امال لو دخل حد تاني ضد، يعني مش امريكي ضده، يعمل معاه ايه؟ هيفنيخه. ده واحد. 2: لو افترضنا ان الجيش الامريكي دخل حرب وانتهى، المارينز انتهوا والمشاة وحملات الطائرات والاف 16 و35 والرابتور كله انتهى، وده مستحيل، بس مثلا امريكا دخلت حرب ضد الصين، والصين فرمت الجيش الامريكي. فالصين عشان تنتصر ضد امريكا لازم تحتلها. فاول ما الصين تحط رجليها كده جوه الارض الامريكيه، هتلاقي اكبر جيش في تاريخ البشريه كله. 360 مليون مواطن امريكاني كلهم بيعرفوا يستخدموا ده، لانه تبع العقيده العسكريه الامريكيه الاستباقيه الهجوميه في العالم، اللي بتخلي امريكا تنشر قواعدها العسكريه في العالم كله عشان يكون عندها شكل عقيده عسكريه هجوميه استباقيه ضد العالم كله. فامريكا بتسمح لمواطنيها ان هم يتعلموا استخدام ده. لازم تتعلم تستخدم ده، لانك في وقت من الاوقات ممكن تحتاج. 3: الديمقراطيه بتدي الانسان يا جماعه حريه في الابداع. فتخيل معايا كده برضو، لو امريكا خسرت في الحرب والجيش انتهى وحد دخل يحتل امريكا، كميه الاسلحه اللي هتتصنع وكميه الشركات اللي هتصنع اسلحه تساعد بها الشعب الامريكي، وكميه الافخاخ اللي هتحصل للناس التانيين. ما انت عندك حريه وديمقراطيه بقى، والشعب مبتكر هيديها. دي الحته الاولانيه. مواطن معترض على حكومته يعني مواطن قوي. طب دوله قويه يعني ايه يا كينج؟ دوله قويه يعني دوله بتسمح بالاعتراض ولا تخون اللي بيعترض. امريكا مش دوله عبيطه ولا هبله عشان تطلع تقول على اللي عاملين مظاهرات دول ان هم خونه. ما اصل التخوين دي حاجه سهله، بس التخوين دي مصيبه. لما تخون شعبك كده انت بتصنع عداوه مع شعبك، دي كارثه. كارثه من الكوارث. لا، امريكا ما بتعملش كده. امريكا بتسيبهم يعبروا عن اللي جواهم. ليه؟ لان التعبير عن اللي جواك ده بيزود الانتماء لبلدك لوطنك. ليه يا كينج؟ رقم 1: الاعتراض او مساحه الحريه اللي الدول الديمقراطيه بتعطيها. يا دماغي معلش يا جماعه.
مساحه الحريه اللي امريكا والدول الديمقراطيه بتديها لشعوبها ده بيزود الانتماء. رقم واحد، لان المواطن بيشعر بدوره في تحديد مصير الوطن عن طريق الضغط على المسؤولين. ما المسؤولين هناك من ضمن الديمقراطيه بيحسوا بحاجه اسمها الشجاعه الادبيه او الشجاعه السياسيه، فممكن من الضغط يستقيل، ما يقدرش يتحمل الضغط فيستقيل. عكس بلاد تانية المسؤولين اللي فيها لما بيعملوا اخطاء بيطلعوا يقولوا لا احنا مش هنمشي، مش هنسيبها ونمشي، لا لا احنا مستمرين فيه، لا اصل احنا لازم نستمر فيها. هناك ما فيش الكلام ده. في الدول الغربيه عكس، مثلا تلاقي مثلا وزير في روسيا يعمل غلطه مثلا فيقول لك لا انا مش هسيبها وامشي، بيتكلم بالروسي طبعا، مش هسيبها وامشي، انا لازم اكمل. طب لازم تكمل ايه؟ ما لازم تسيب المكان لغيرك، يمكن غيرك يعمل حاجات احسن منك. لا ما فيش الكلام ده. فالكلام ده عند امريكا بيخلي المواطن يحس بدوره في تحديد مصير وطنه. اتنين، امريكا بتسمح بالاعتراض والمظاهرات عشان تفرغ الغضب اللي داخل نفوس الامريكان. انا الغضب ده جوايا لازم انفسه كل يوم عشان اصحى تاني يوم اشتغل لوطني واشجع وطني واعمل لوطني حاجات كويسه. انما تخيل معايا كده المواطن الامريكاني مش قادر يفرغ الغضب اللي جواه، فيبدا يتكتم جواه يتكتم جواه يتكتم جواه، ومع شويه جهل صغيرين ممكن دوله تانية ضد امريكا تستغل هذا الضغط في انه ينفجر ضد امريكا مش مع امريكا. صح؟ دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه، سؤال كينج، اين تقع قوه امريكا الحقيقيه؟ في العصر الحديث قوة الدول يا جماعة بتنبع من الصراع المؤسسي ضد رأس النظام، ان يكون في صراع مؤسسي ورأس النظام ده ما يكونش قاعد في مكانه كده ايه مزبهل ضامن مكانه. وده موجود في امريكا والدول الديمقراطية، ان رأس النظام هيحكم 4 سنين، ممكن يبقوا 8 وممكن يبقوا 2. مش سمعتوا عن انتخابات نصفية لامريكا لترامب خلال نوفمبر الجاي؟ هيجيبوه ويسألوه تعالى يا روح امك انت عملت 1 2 3 4 5 ايه؟ ومع وجود ضغط من الجميع على رأس النظام في الدول الديمقراطية، ركز بقى معايا. بس سمعت ناس كتيرة بتقول ان ترامب اللي بيعمله ده هو عبارة عن جاسوس لروسيا ضد امريكا. طب ما تيجي نحللها واحدة واحدة كده، واحدة واحدة بالراحة. واحد، الناس بتشكل ضغط على المسؤولين في الدول الديمقراطية. الضغط ده ممكن يخلي المسؤول ما يستحملش الضغط ويحاول ان هو ينقذ مستقبله السياسي ويستقيل، زي ما اتفقنا الشجاعة الأدبية أو السياسية. اتنين، المحاسبة كالكوليشن، لا المحاسبة حاجة تانية، زي ما حصل مع جولدا مائير في حرب 73. جابوها حاسبوها هناك في الكيان. نعم، اكبر راس يا كينج رئيس الوزراء الكيان اتحاسب. تعالي جولدا في اليوم الفلاني احنا جالنا تقارير ان انت كنت على علم بعمليه 6 اكتوبر للجيش المصري، الكلام ده حقيقي؟ في يوم كذا انت خدت القرار الفلاني، انت شايف ان القرار ده في مصلحه الكيان ولا ضده؟ في اليوم الفلاني انت ما عملتيش كذا ليه؟ في اليوم الاعلاني انت عملت كذا ليه؟ بيمسكوها يسلخوها. والمسؤول السياسي اللي مش هيقدر ان هو يتحمل الضغط بيستقيل وينهي تاريخه السياسي. لانك لما بتوصل يا جماعه انك تبقى اعلى مسؤول سياسي في اي بلد، لما تستقيل مش هتاخد بعد كده دور، لا، ده بيسموها كده بقى الاعتزال السياسي، زي ما عملوا مع نتنياهو من حوالي شهر بسبب 7 اكتوبر. جابوه برضه وسالوه تعالى روح امك. احنا سمعنا ان كان عندك تقارير بتفيد ان الناس في غزه هيعملوا عمليه ضد الكيان، انت كان عندك معلومات بالكلام ده؟ طب اتصرفت ازاي؟ في اليوم الفلاني اتصرفت كده ليه؟ وفي اليوم الاعلاني اتصرفت كده ليه؟ وفي اليوم الترتاني كده. مش هزار. زي ما هيجيبوا ترامب ويسالوه في الانتخابات النصفيه انت عملت حرب على ايران بناء على ايه؟ تمام. طب عملت الرسوم الجمركيه ليه؟ طب ما عملتش ليه؟ وهيصوتوا في الكونجرس وممكن يتشال. 3، الصراع المؤسسي ضد راس النظام. تخيل معايا كده ترامب ده ماشي غلط بس في مؤسسات ماشيه صح، فتكون احتماليه ان الدوله تنهار ايه؟ لسه مش قويه قوي. ليه؟ ما في حد ماشي صح اهو. لو افترضنا ان ده ماشي غلط قوي في حد ماشي ضده اهو. ومع توزيع السلطه ما بين المؤسسات في امريكا يصبح تاثير ترامب قليل، مش زي ما انت متوقع ان هو كبير جدا، لا. وده اللي بيفيده صراع المؤسسات داخل امريكا، ان كله بيعصر بعضه وبيضرب بعضه عشان خاطر البلد الدوله. 4، ماذا لو كان ترامب جاسوس؟ هل هتقع امريكا يا كينج؟ طب ركز معايا كده، بلد ماشيه صح بقالها 80 90 100 سنه، لو جت وقعت في 4 سنين وقوع كلي هيحصل لها ايه؟ ولا حاجه. ما انا ماشي صح اهو، هاجي اقع شويه على ما اجي يحصل تاثير هطلع تاني. النقطه الثالثه كينج، ايه الفرق بين امريكا وروسيا يا كينج؟ امريكا وروسيا، امريكا بتسمح بالمعارضه عشان اتفقنا ان المعارضه دي بتزود من انتماء المواطن لبلده، عكس روسيا.
روسيا بتعتقل اي حد يقول على بوتين ده ان هو مش كويس، بتعتقل اي حد يقول على اي مسؤول روسي ان هو مش كويس. طب الاعتقال ده بيؤدي الى ايه يا كينج؟ بيؤدي الى صناعه عداوه خفيه جوه صدور الشعب الروسي ضد حكومته وضد دولته، لدرجه ان هو احيانا الشعب الروسي في الكوره مثلا ممكن يشجع اي حد ضد دولته او يتمنى خساره دولته، بل ان لو الشعب الروسي تجاهل شويه يبقى عايز ينتصر لفكرته فيتمنى خساره الجيش الروسي في اوكرانيا، ما يخسر ولا يغور في داهيه عشان الشعب الروسي ينتصر لفكرته ان روسيا ماشيه ايه؟ ماشيه غلط. دي مصيبه، كارثه. لكن خلي بالك امريكا بتعمل ايه؟ بتسيب الناس تتكلم براحتها. وده ليه مدلول في الدوله اللي عملها سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه. مش كان في منافقين؟ طيب الرسول عمل معاهم ايه؟ ولا حاجه. ما تعملوا اللي انتوا عايزينه. انا ماشي صح، ببني دولتي وببني مسلم صح وببني دين صح وببني شريعه صح وببني دوله صح وغزو صح وجيوش صح. لو انت مشيت ضدي، لو انا شغلت نفسي بيك، انا هبقى ماشي كده غلط. لا، انا ماشي زي ما انا. حتى لو كان المنافقين دول عايزين ان هم يخلصوا على سيدنا النبي، سيدنا النبي عايز يوصل لنا رساله لايه؟ القائد مش مهم. القائد مهم جدا. يعني الرسول طبعا اهم حاجه في الدنيا طبعا، ما اقصدش. عايز يوصل لنا احنا رساله ايه؟ القائد مش مهم، المهم الاساس. لان القائد هيجي له وقت وينتهي، هيموت، محدش مخلد غير ربنا سبحانه وتعالى. فلو المسلم ركز ووزع جهوده في ان هو يواجه المنافقين او يواجه الخون او يواجه الناس اللي مش كويسه، هيضيع. عشان كان في ناس كتير جدا بتسالني يا كينج نعمل ايه يا كينج مع السرسجيه والجهلاء الموجودين في الامه العربيه؟ ده دمروا الدنيا يا كينج. مالكش دعوه بيهم، في 60 دقيقه تاخدهم. ركز على الناس الكويسه اللي فيهم امل. ما تمشيش اشواط بعيده جدا عشان ناس نسبه احتماليه ان هم يبقوا كويسين بعيده جدا. لا، امشي مع الناس الكويسه، ركز عليهم جهدك وتركيزك وفلوسك ودنيتك واقتصادك. الحاجه الثانيه، الاضطرابات الداخليه تضعف البلاد الديكتاتوريه مش الديمقراطيه. بتتفرج دلوقتي على المظاهرات في امريكا، بقول لك في حرب مع ايران، ومع ذلك امريكا واقفه زي الاسد والدولار طاير لفوق. طب ليه يا كينج؟ الدول الديكتاتوريه يا جماعه دول هشه جدا، مضعفه جدا. دول من بره كبيره كبيره كبيره، لكن في الاصل كده اهو. لدرجه ان الامبراطوريه الروسيه في الحرب العالميه الاولى، طبعا نسمع عن معاهده سايكس بيكو اللي ما بين فرنسا وانجلترا لتوزيع نفوذ مناطق الدوله العثمانيه في الشام. انت تعرف ان الاتفاقيه دي كانت فيها روسيا، لان روسيا كانت مع انجلترا وفرنسا في الحرب، وكسبوا المانيا والمجر والدوله العثمانيه، صح؟ الاتفاقيه ما كانش اسمها سايكس بيكو، الاتفاقيه كان اسمها سازنوس سايكس بيكو. بيكو رئيس بيكو وزير خارجيه فرنسا، سايكس وزير خارجيه بريطانيا، سازنوس وزير خارجيه الامبراطوريه الروسيه. بس اللي حصل ان حصل فوضى في الامبراطوريه الروسيه بقياده لينين، الثوره البلشفيه في نهايه اعقاب الحرب العالميه الاولى عملوا هناك فوضى، الثوره البلشفيه. طب الامبراطوريه الروسيه لانها دوله ديكتاتوريه، ايه اللي حصل؟ تم اسقاطها من المعاهده، وتوزعت مناطق نفوذ الشام في الدوله العثمانيه على فرنسا وانجلترا بس، وتم اسقاط الامبراطوريه الروسيه او الاتحاد السوفيتي. امريكا لا، امريكا لا، دوله قويه جدا من الداخل. وهنا نيجي للسؤال الاسطوري بتاع بدايه حلقتنا. مستحيل تلاقي الكلام اللي انا بشرحه لك هنا في اي مكان تاني في الدنيا، مستحيل، من رابع المستحيلات. السؤال بقى الخطير جدا كينج، لماذا يصنع الجهل عن عمد في الانظمه الديكتاتوريه زي روسيا؟ ليه روسيا يا كينج بتصنع الفقر، بتصنع الجهل؟ ثواني يا جماعه نرش بقى رشه كده خفيفه، نروي طيب الزرع بس. حلو قوي يا كينج كده، حلو قوي يا كينج كده. ليه؟ الكلام المعروف على صناعه مواطن يصل التحكم فيه، تبرير الاخطاء والفساد، صناعه وعي جمعي عن طريق مثلا انت ما تجيب مواطن جاهل في روسيا وتيجي تقول له على فكره ده بوتين ده عامل انتصارات فظيعه جدا، هيصدقها. انتصارات وهميه ملهاش لازمه غير حقيقيه، هيصدقها ليه؟ جاهل. لو جيت قلت له خلي بالك ده في عدو بيتربص بروسيا، لو انت ما استحملتش الفقر والاخطاء الاقتصاديه والكلام ده كله هيخش يدمرك، هتصدقه. لكن بعيدا عن كده، احنا بنتعود من كينج الناس كينج العالم على انه دايما بيجيب الجزء المخفي في وجهات النظر. ايه هو الهدف الاسمى والحقيقي من صناعه الجهل عن عمد في الانظمه الديكتاتوريه زي روسيا كده؟ ركز معايا كده. لو افترضنا ان دلوقتي في روسيا قامت ثوره، الشعب الروسي الجاهل هيختار مين يجي بعد بوتين؟ جاوبني يلا.
هيختار واحد اوسخ من بوتين يا كيم. ما هو جاهل، شعب جاهل. يبقى الجهل لما يصنع عن عمد في الانظمه الديكتاتوريه زي روسيا، دي فرصه اخيره للنظام الديكتاتوري للدوله العميقه انها تعيد احياء نفسها من تاني براس نظام جديد اوسخ من القديم. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بوحي من ربنا سبحانه وتعالى بيدينا احنا المسلمين الخريطه الذهنيه والاساسيه للحكم. وامرهم شورى بينهم. كان سيدنا النبي يقعد مع الصحابه كده في الغزوات والحروب وهو رسول ربنا واحب حد لربنا، وممكن ربنا يوحي اليه بكل شيء وان هو يمشي الحرب زي ما هو ربنا بيقول له، صح؟ لكن الله سبحانه وتعالى عايز يدينا احنا المسلمين رساله. ربنا بيقول لنا وامرهم شورى بينهم. شاور الناس المحترمه عشان تكون وجهه نظر. اما يكون عندي ديت هي حاجه اهي، واحد يبص لها من هنا محترم، وواحد محترم من هنا، وواحد محترم من هنا، فلما ناس كتيره تبص يقوم تتكون وجهات النظر. سيدنا النبي كان يستشير المسلمين الصحابه في الحروب والغزوات طالما امر دنيوي مش ديني. لكن الاستفراط بالحكم للاسف الشديد بيخلي الانسان يبص من هنا بس، مفيش هنا ومفيش هنا ومفيش هنا ومفيش هنا ومفيش هنا ومفيش هنا. عشان كده الدول الديمقراطيه بيكون نسبه احتمالاتها انها تكسب الدول الديكتاتوريه في الحروب كتيره جدا، لانك عندك ناس بيبصوا من كل وجهات النظر مش من وجهه نظر منفرده.